صاحبي هتصدق ان شاء الله هتصدق باذن الله هتصدق. استاذ عمرو اديب كان وحشني جدا جدا جدا، وحشتني تصريحاته عن الزمالك وكلامه عن الزمالك. بص يا سيدي، القصه ما فيها عشان ما اطولش عليك يعني. صورة مرتضى منصور اللي هي كانت محطوطة من ضمن رؤساء نادي الزمالك اتكسرت، وقعت بفعل فعل بقى الله أعلم، قضاء وقدر برضه الله أعلم. المهم إن هي اتكسرت. اه اتكسرت، وقعت اتكسرت. طب ليه كده؟ انتوا ليه قلبين كده؟ ليه والله قلبين كده؟ ليه؟ يعني انا اكيد مليون في المية، اكيد مليون في المية في رئيس او اتنين اكيد من رؤساء النادي الاهلي في عندهم اخطاء اكيد. كابتن بيبو نفسه عنده اخطاء، كابتن صالح سليم كان فيه اخطاء، فاكيد. عمرك انت شفت حد فينا عمل كده مع رئيس نادي قبل كده؟ هو في الاول وفي الاخر هو كان رئيس ناديكم يعني، وكلكم كنتوا بتطبلوا له. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ وبعدين يا استاذ عمرو، انت اول حاجه بتسال عليها في حد من آل منصور مترشح إيه؟ ليه ما نسيب اللي يترشح يترشح؟ ليه بتتدخل انت في الكلام ده؟ فاروق جعفر لحد الان، وحسين لبيب لحد الان مع حفظ الالقاب طبعا، ومش عارف تقريبا واحده ست، في واحده ست موجوده برضو. يعني الدنيا جميله والنظام ماشي كويس وبتاع. ليه بقى كسروا صوت الراجل؟ ليه مش عايزين حد منهم يعني انا زعلان جدا والله. انا كراجل اهلاوي زعلان جدا ان مرتضى منصور ساب الزمالك ومفيش حد من آل منصور هيبقى موجود. دي حاجة تأذيني أنا كأهلي، تأذيني كأهلي. ليه هتأذيني في إيه؟ كده الزمالك هيبدأ يقف على رجله، وأنا كراجل أهلاوي مش عايز كده. بيسيبها جوه نروح البتنجال والمنافسة أنا كراجل أهلاوي أنا مش عايز كده، فده حاجة تأذيني بس.